الجزء التاني بقى من الدرس بتاع نظم الغابات في قارة افريقيا. احنا اتكلمنا فيه عن الجزء الاول، اتكلمنا عن الغابات المدارية المطيرة، وعرفنا بقى الخصائص المناخية والخصائص النباتية والحيوانية والتربة وكل حاجة فيها، بالإضافة إلى الأهمية طبعا الاقتصادية والبيئية في الغابات المدارية المطيرة. هنا بنكمل الدرس وبناخد الجزء التاني منه، اللي هو نظام غابات البحر المتوسط، لأن الدرس كله متقسم أصلا نوعين من الغابات: الغابات المدارية ودي اللي اتكلمنا عنها، وغابات البحر المتوسط. غابات البحر المتوسط دي بتنمو في المناطق الواقعة عند البحر المتوسط، عشان كده أصلا اتسمت باسم الإقليم، اتسمت باسم غابات البحر المتوسط. موجودة بالتحديد من دايرة عرض 30 لحد دايرة عرض 45 شمالا وجنوبا بالنسبة لدايرة الاستواء. يعني أنا هطلع كده بالنسبة للاستواء، الاستواء عندي هنا في النص اهيت، هطلع كده فوق من 30 ل 5 بالظبط كده، من 30 ل 45 هنا، وهنزل تحت هنا من 30 برضو ل 45، المنطقة اللي فيها السهمين على الخريطة دول بالتحديد اللي احنا هنلونهم، اللي مرسومين باللون الأخضر. عندي هنا المنطقة من 30 ل 45 دي بتنمو فيها غابات البحر المتوسط. موجودة فين بقى بالتحديد؟ هتلاقيها موجودة في غرب قارة افريقيا، سواء في الشمال او في الجنوب. يعني مثلا في الشمال هنلاقيها في الشمال الغربي، شمالا كده من ناحية الغرب زي ما احنا واخدين بالنا في الخريطة. طب جنوبا برضو من ناحية الغرب، في منطقة في الجنوب اسمها منطقة الكاب. ومنطقة الكاب دي احنا كنا خدناها قبل كده طبعا من الجبال الالتوائية في قارة افريقيا، منطقة الكاب. يبقى يا في الشمال الغربي يا في الجنوب الغربي، كده كده في جهة الغرب. ده طبعا المناطق بتاعت غابات البحر المتوسط، لو احنا حابين نروح نشوفها هنلاقيها في الاماكن دي. طيب الخصائص المناخية بقى بتاعت طبعا اقليم البحر المتوسط. بيقول لي هنا بيتميز نظام الغابات بتاعت البحر المتوسط بصيف حار وجاف وشتاء دافئ وممطر. في فصل الصيف بنلاقي ان الجو حار، درجة الحرارة بترتفع، وجاف يعني مش بتسقط الامطار في فصل الصيف. انما في الشتاء بقى بنلاقي ان فصل الشتاء دافئ مائل كده الى الحرارة. كمان بنلاقيه ممطر، لان المطر اصلا هو مش بيسقط غير في فصل الشتاء، وفصل الشتاء ده اللي بتسقط فيه الامطار ده هو الفصل النمو الحقيقي للنباتات. هو ده الفصل اللي بتنمو فيه النباتات عامة، بسبب المياه طبعا اللي بتسقط في فصل الشتاء. وبصفة عامة بيقول لي تقل كمية الأمطار الساقطة على ساحل البحر المتوسط كلما اتجهنا شرقا. يعني لو انت بقى واخد ناحية الشرق كده بالتحديد، بتلاقي الأمطار بتقل معاك، مش هتبقى كتيرة في شرق البحر المتوسط، المناطق اللي موجودة بالتحديد هناك، هنا عند مصر وفلسطين كده بالتحديد. طيب يبقى ده بالنسبة للمناخ. المناخ عامل ازاي هناك؟ بنلاقيه ان صيف حار وجاف مش بتسقط في الامطار، وفصل الشتاء بيبقى دافئ وممطر، عشان كده بنعتبره انه الفصل الحقيقي لنمو النباتات. وما ننساش ان الامطار بتقل كلما اتجهنا نحو شرق البحر المتوسط. طيب بالنسبة بقى للخصائص النباتية، النباتات اللي بتنمو في إقليم البحر المتوسط. النباتات دي بتبقى من متوسطة إلى قصيرة في الطول، يعني مش طويلة قوي، لأ، الطول بتاعها ده بيصل من 5 ل 20 متر. تقول لي من 5 ل 20 متر ده وقصيرة، امال لو طويلة هتبقى عاملة ازاي؟ لا طبعا لو طويلة بتبقى أطول من كده، بتصل ل 30 و40 متر بالتحديد. بس هنا بيقول لي ان الغابات اللي بتنمو في المناطق اللي احنا بنقول عليها دي بتبقى من متوسطة الى قصيرة، والطول بتاعها بيبقى تحديدا حوالي 5 متر بقى، 10 متر، 20، 30 وهكذا، من 5 ل 20. طيب الاشجار دي كمان بتكون دائمة الخضرة طوال العام. لو جينا نبص كده عليها على الورق بتاعها طول السنة هنلاقيه لونه اخضر، عشان الاشجار دي بتتكيف مع الظروف المناخيه من خلال انها بتمد جذورها في التربه. مثلا لو احنا عندنا دي شجره على سبيل المثال اهيت، هنعتبر ان دي اهيت شجره. الشجره دي بتعمل ايه بقى؟ بيقول لك بتمد الجذور بتاعتها
بتبعتها للتربه، بتطول الجذور بتاعتها. طبعا بتفضل تبعت الجذور بتاعتها في الارض من تحت، وهكذا. فدي الطريقه اللي بتتكيف بها الاشجار بتاعه اقليم البحر المتوسط. كمان ان الشجره دي الاوراق بتاعتها بتكون مغطاه بطبقه شمعيه، لتقليل طبعا الفاقد من النتح. الورق بتاع الشجرة ده بيبقى عليه كده ورقة خاصة او عليها شمع. الطبقة الشمعية دي عشان تقلل من النتح بتاع النبات، نتح النباتات ده اللي هو العرق، عشان تفضل تدي لنفسها ميه، ما تخلصش الميه اللي عليها، لان لو الميه خلصت طبعا الورقه هتجف، هتنشف. فالطبقه الشمعيه دي بتساعدها انها ايه، تفضل تشرب وما تطلعش نتح كتير، لان الميه اللي بتبقى على النباتات دي بنسميها النتح. بالبلدي بنسمي النتح ده هو عرق النباتات، بالبلدي خالص يعني. فالطبقه الشمعيه دي بتقلل الفاقد من النتح، عشان الورقه الميه اللي عليها ما تخلصش بسرعه. سبحان الله طبعا، يعني ربنا خلق كل حاجه في البيئه اللي بتعرف تتكيف معاها، سواء اذا كان نباتات او حيوانات او طيور او كل الكلام ده. فسبحان الله في الاول وفي الاخر يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للنبات اللي هناك بيبقى عامل ازاي. انا استفدت ايه بقى؟ استفدت ان الاشجار بتبقى من متوسطه الى قصيره. استفدت ان الاوراق بتكون دائمه الخضره. استفدت انها بيقولك جذورها العميقة اللي بتفضل تمدها في التربة للحصول على المياه. كمان استفدت رابع حاجة ان بتكون مغطاه بطبقة شمعية، والطبقة الشمعية دي مهمة جدا لانها بتقلل الفاقد بالنتح. طيب تمام. طب الاشجار دي زي ايه بقى؟ زي عندي 3 انواع من الشجر بتاع غابات البحر المتوسط، زي اشجار الارز، واشجار الصنوبر، واشجار البلوط الفليني. دي كلها اشجار طبعا بتنتمي لغابات البحر المتوسط. اول ما تشوفيها كده تقولي انت تبع البحر المتوسط على طول. انت الارز، الصنوبر، البلوط الفليني، انت تبع البحر المتوسط. ده طبعا بالنسبه للنباتات بتاعه الغابات دي. طيب نروح للحيوانات اللي بتعيش هناك. الحيوانات اللي بتعيش في غابات البحر المتوسط بيقول لي عندي حيوانات زي الاغنام، خروف يعني، الماعز، الثعالب، الذئاب. دي حيوانات. في كمان هناك بتعيش قوارض اللي بتقعد تقرقط هناك دي، زي الفئران بتعيش هناك، وزي السناجب كمان بتعيش هناك. كمان عندي الطيور زي طائر النورس. طائر النورس ده برضو بنلاقيه هناك بنسبة كبيرة، بتلاقي أغلب الطيور اللي هناك نورس أصلا. فده حيوانات بتعيش هناك. طيب تعال نروح بقى للتربة. التربة عندي بتاعة الغابات البحر المتوسط بتبقى عاملة ازاي؟ بيقول لي التربة والله هناك يا مستر بتختلف ألوانها. ممكن تكون الأحمر، تاخد اللون الأحمر، وممكن تاخد اللون البني، وممكن تاخد اللون الأسود. وطبعا التربة بتختلف بسبب مكوناتها، بسبب المواد العضوية اللي فيها، الكائنات الحيوانات مثلا اللي اتحللت هناك، بسبب مثلا ممكن تكون غنية بأكاسيد الحديد الحمراء طبعا، زي الغابات بتاعت المدارية. عندي كمان ممكن تكون تربة بنية، يعني نسبة المواد العضوية مش كتيرة، مش مكتملة، ما اتحللتش. فعشان كده التربة بتختلف تبعا لمكوناتها العضوية والمعدنية. فالتربة لها أنواع كتير، وظروف تكوينها كمان، هي اتكونت بسبب ايه. لكن بشكل عام بيقول ان التربه هناك خصبه وصالحه للزراعه وزي الفل يا مستر والله، ان انت ممكن تزرع هناك زي ما انت عايز. تمام. يبقى التربه هنا بتختلف الوانها طبعا باختلاف المكونات المعدنيه والعضويه وظروف تكوينها. كمان التربه هناك عامله شبه الغابات المداريه، هما الاتنين صالحين للزراعه، هما الاتنين ممكن نزرع فيهم براحتنا، ده لو انت يعني من السكان اللي عايش هناك. تمام. طيب نشوف بقى أهمية نظام غابات البحر المتوسط. احنا اتكلمنا عن غابات المدارية وعرفنا ان لها أهمية اقتصادية برضو وأهمية بيئية. عندي برضو غابات البحر المتوسط ليها نوعين من الأهمية، حاجتين: أهمية اقتصادية وأهمية بيئية. أهمية اقتصادية يعني الإنسان بيستفاد منها، الإنسان بيشتغل شغلانات كتيرة هناك. زي إيه؟ زي مثلا
انها مصدر للغذاء، ممكن تاكل منها هناك. ليه؟ حيث بيتم انتاج هناك الزيتون، بيزرعوا الزيتون وبيزرعوا الموالح زي السفندي كده او البرتقال، وكمان بيزرعوا العنب، وكمان بيزرعوا التين. كل ده محاصيل غذائيه ممكن تاكلها هناك، او منتجات يعني غذائيه ممكن تاكلها هناك. طيب تاني حاجة في الأهمية الاقتصادية هي إنها مصدر رئيسي للنباتات العطرية والطبية. مصدر رئيسي للنباتات العطرية يعني الريحة بقى والبرفيوم، ده بيتجيبوا من هناك من حيث النباتات والأعشاب اللي موجودة. كمان عندي النباتات الطبية اللي بتستخدم في العلاج، زي طبعا العلاج اللي في الصيدليات دلوقتي، علاج الأعشاب، ده برضو من الأعشاب اللي بنجيبها من غابات البحر المتوسط. تالت حاجة في الأهمية الاقتصادية هي يربى فيها الأغنام والماعز، وده طبعا اللي هو نشاط الراعي، راعي الحيوانات. ممكن تستخدم الغابات دي بالعشب اللي بينمو فيها أو بالحشائش اللي بتنمو فيها، وتربى عليها الأغنام والماعز، تاخد شوية خرفان بقى ومعيز وبتاع تروح تربوهم هناك. فده طبعا تلات أهميات بسميها إيه؟ بسميها الأهمية الاقتصادية. عندي هنا مصدر للغذاء، كمان مصدر للنباتات العطرية والطبية، كمان عندي يربى عليها الأغنام والماعز. ده بالنسبة للأهمية طبعا الاقتصادية. طب بالنسبة في واحدة كمان حاططها كمان مع التنمية مع الأهمية الاقتصادية، هي إنها مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. وده طبعا خلى لها أهمية سياحية كتير، لأن في سياح كتير من مختلف أنحاء العالم بيجوا عندنا إفريقيا، يروحوا للمناطق بتاعت غابات البحر المتوسط، يقول لي الاستجمام ان انت بتروح بقى تستمتع بجمال الطبيعة بقى وجمالها وتفضي دماغك خالص وتبعد عن الشغل والقرف ده كله وتروح تقضي وقت حلو هناك. كمان السياحة البيئية، بيروحوا يتفرجوا ويستمتعوا بالحيوانات والغابات والحشائش والطيور اللي هناك. كمان والصيد، بيروحوا هناك يصطادوا، بيصطادوا كل الحيوانات اللي احنا بنقولها فوق دي. عشان كده تخلى لها أهمية سياحية كبيرة، كتير من سياح العالم بيروحوا يستمتعوا بالمناطق دي. طيب ايه الأهمية البيئية بقى؟ الأهمية البيئية إن الغابات بتاعة البحر المتوسط بتساعد في امتصاص كميات كبيرة من الكربون. أي غابة في الدنيا، أي شجر في الدنيا، هو كده كده بيمتص، ربنا خلقه لكده، يمتص كميات كبيرة من الكربون ويديني بقى ثاني أكسيد، ياخد ثاني أكسيد الكربون ويديني الأكسجين. وده طبعا بيحسن لنا جودة الهواء، عشان احنا كده المفروض نزرع اصلا كتير في بيتنا بقى، في شارعنا، في اي حتة جنبنا، على السطح، في البلكونة، في اي حتة. هنا بيقول لي لان النباتات الخضراء عامة دي بتمتص الكربون وبتديني طبعا الاكسجين، وبالتالي بتعمل على تحسين جودة الهواء. ده الدور طبعا المهم جدا اللي بتقوم بيه الغابات بتاعة البحر المتوسط. آخر حاجة عندنا وهي طبعا الأخطار التي تواجه نظم الغابات في قارة أفريقيا. الأخطار اللي بتهدد الغابات سواء إذا كانت المدارية أو حتى غابات البحر المتوسط، لأن كل حاجة بتتعرض لأخطار، حتى النباتات اللي حوالينا. تعال نشوف. رغم بقى إن قارة أفريقيا هي أقل القارات في الانبعاثات الحرارية، يعني إحنا أقل قارة المفروض بتلوث البيئة أصلا. باقي قارات العالم مخليه البيئه زي الزفت، لانهم بيلوثوا البيئه اكتر مننا بكتير. والانبعاثات الحراريه اللي هي الغازات الدفيئه اللي بتبقى مكتومه في الارض، اللي بتبقى موجوده في باطن الارض، زي غاز ثاني اكسيد الكربون كده، وزي حاجات كتير زي عوادم السيارات بقى، وزي ارتفاع درجه الحراره والقرف ده كله. بيقول لك بقى بسبب ان قاره افريقيا القاره الجميله بتاعتنا دي هي اقل القارات في الانبعاثات الحراريه. يعني باقي القارات التانية، اوروبا بقى واسيا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا، اسود مننا بكتير، ده احنا اللي كويسين اللي فيهم. ولكن قاره افريقيا باكتر قاره بتتعرض لتاثير التغير المناخي، اكتر قاره متضرره من التغيرات المناخيه هي قاره افريقيا. طب يا جدعان ازاي؟ ده احنا اقل قاره بتلوث البيئه، ده احنا اقل قاره في الانبعاثات الحراريه. قال لك لا، ما هي التغيرات المناخيه دي بتاثر على العالم كله بقى، وانت منهم فبتاثر عليك انت كمان. طيب ايه هي التغيرات المناخيه اللي بتهدد بقى افريقيا؟ ثلاث حاجات عندنا، زي ايه؟
اول حاجه بيقول لي نقص كبير في كميات الامطار بسبب التغير المناخي. الامطار بقت بتقل، ما بقتش شبه كل سنه، والكلام ده احنا حاسين بيه اصلا في مصر، لان فصل الشتاء اللي فات ما كانش زي اللي قبله، ما كانش زي اللي قبله، ما كانش زي اللي قبله. بنلاقي ان المطر فين يا جدعان؟ فصل الشتاء وديتوه فين؟ هو ده بالظبط، ده بسبب طبعا التغيرات المناخيه. تاني حاجه، ارتفاعات واضحه في درجه الحراره. احنا بقينا بنحس هو ايه الجو الحر ده؟ هو فصل الصيف ده بقى الجو حر فيه قوي كده ليه؟ احنا بنحس بالكلام ده، وده بسبب التغيرات المناخيه اللي في العالم كله، وبتاثر علينا احنا كمان لان احنا جزء من العالم ده. طيب كمان زيادة معدلات الجفاف والتصحر. معدلات الجفاف يعني المية بتقل، المية بتخلص، الأمطار بتقل. والتصحر، كلمة التصحر دي يعني تدهور الأراضي الزراعية وتناقص قدرتها على الإنتاج. الأراضي بقت، جودة الأرض بقت وحشة، الأراضي ما بقتش بتدي محصول عالي زي زمان. يعني مثلا لو كانت الارض دي بتديني مثلا يعني كل سنه 10 كيلو طماطم، بقت بتديني مثلا 7 كيلو، بقت بتديني 6 كيلو. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ يقول لك والله انت ما تعرفش، مش ده التصحر، مش ده بسبب التغيرات المناخيه. يبقى انا عندي 3 نتائج للتغيرات المناخيه: نقص كميه الامطار، ارتفاعات واضحه ملحوظة في درجة الحرارة، كمان زيادة معدلات الجفاف والتصحر. كل ده بقى خطر، ياه ده خطر جدا. ليه بقى؟ لأن ده بيهدد التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، بيخلينا مش قادرين نعمل مشروعات، لا مشروعات في الزراعة ولا مشروعات في الصناعة ولا مشروعات في السياحة ولا كل الكلام ده، لأن في حاجات كتير بتهدد المشروعات دي، في حاجات كتير بتأثر على التنمية اللي انت عايز تعملها، فمخلياك مش قادر. طيب ايه هي الأخطار بقى؟ عندنا 4 أخطار مهمين جدا. أول واحد وهو إزالة الغابات. إزالة الغابات يعني قطع الأشجار. طبعا الإنسان بقى، احنا عارفين ان الانسان لما بيحط ايده في اي حاجه بيخربها على طول. زي ايه؟ زي ازاله الغابات. الانسان راح قطع الشجر، قطع الشجر كله. سالناه بتقطع الشجر ليه؟ قال لي يعني ما بيعش خشب، يعني مش عايز نبيع خشب. كمان بيستخدموا الاخشاب كوقود. كوقود يعني بيولعوه مثلا، بدل الانبوبه كده، بدل الاسطوانه بتاعت البوتاجاز دي، فيقول لك ايه، نولع خشب بقى كده كده ونعمل اكل عليه وبتاع، فبيستخدموه كوقود اللي هم للاكل يعني وكده. كمان تحويل اراضي الغابات الى اراضي زراعيه. يبقى الانسان مثلا عنده ايه؟ عنده إيه؟ شجره اهي، دي شجره اهيت مثلا اهيت، ودي شجره اهي، ودي شجره اهي، ماشي. يروح مقطع كل الشجر ده، قطع قطع قطع. بتقطع في الشجر ليه يا عم؟ يقول لك عايز ازرع مكانه يا عم، عايز احوله الى ارض زراعيه. هو انا هاكل شجر يعني ايه؟ هو كده. وسجلت قارة افريقيا اعلى معدل خسارة في مساحات الغابات على مستوى العالم. مفيش قارة بتقطع في الشجر قد قارة افريقيا، والدول اللي في قارة افريقيا لا كلهم قطع شجر قطع شجر قطع شجر. ما احنا اكبر قارة واكتر قارة فيها خسائر في الغابات، القارة الجميلة طبعا بتاعتنا، يا عشان نبيع الخشب، يا عشان نستخدمه كوقود، يا عشان نزرع مكانه. تمام، ماشي. طب هتقول لي يا مستر يعني ما انا هو الخشب برضه احنا بنعمل بيه الكرسي والترابيزه والسرير والكلام ده. لازم يكون في عمليه تنظيم في قطع الاشجار، مش سبهلله كده واللي عايز يقطع يقطع ويلا اي حاجه والكلام ده، لا طبعا. طيب تاني عندنا مشكله وهي مشكله الحرائق. مشكله الحرائق، الحرائق دي بتحدث غالبا بسبب التغير المناخي. التغيرات المناخيه بقى بتخلي درجه الحراره ترتفع، بتخلي الاشجار تولع لوحدها. لان طبعا ورق الشجر، ورق الشجر ده لما بيجف وينشف بيقولك بيؤدي الى خلاص ويتفاعل مع الغازات اللي في الهواء، بيولع لوحده اساسا. وبلغت جملة مساحة الغابات المحترقة في قارة افريقيا في الفترة من سنة 2001 لحد 2018، الفترة دي بالتحديد بيقول لي خسرت قارة افريقيا اكتر من ثلثي المساحات المحترقة في العالم.
تلتين الاشجار اللي اتحرقت وولعت في العالم في ال 18 سنه دول كانوا في قاره افريقيا. ليه؟ لان احنا التغيرات المناخيه مش سايبانا في حالنا، ارتفاع درجه الحراره مش سايبنا في حالنا. فطبعا رقم كبير ورقم ضخم. يبقى دلوقتي احنا يا بنقطع الشجر يا بنحرق ايه، مش احنا اللي بنولعه طبعا، ده بسبب التغيرات المناخيه، يا الشجر بيولع بسبب طبعا ارتفاع درجه الحراره. طيب تالت مشكله وهي مشكله الجفاف. مشكله الجفاف دي خطر جدا برضو. تتعرض غابات البحر المتوسط في قاره افريقيا للعديد من حالات الجفاف. حالات الجفاف يعني ايه؟ يعني قله سقوط الامطار، ما فيش ميه. طيب طب والشجر طالما ما فيش ميه الشجر ده هيموت، والتربه الزراعيه دي او التربه دي هتتدمر. زي ما انت شايفه في الصوره كده قدامنا، ده شكل التربه بسبب الجفاف. بيحصل ايه؟ بيقول لي بسبب نقص كميه الامطار، قله سقوط الامطار في بعض السنوات طبعا بيؤدي الى موت الاشجار. الشجره بعد ما كانت جميله وحلوه بقت عامله ازاي؟ كمان تدهور التربه، الارض الزراعيه بعد ما كانت كده بتنتج وخصوبه وانتاج والله ينور وكده بقت عامله ازاي؟ ده بالظبط بسميه الجفاف. رابع مشكلة عندنا ورابع خطر بيهدد الغابات في افريقيا هو الانقراض. انواع كتيرة من الحيوانات اللي بتعيش في الغابات بتاعت قارة افريقيا مهددة بخطر الانقراض. الانقراض يعني الاختفاء، مش هتبقى موجودة تاني. وده بسبب طبعا التغير المناخي. يعني في تغيرات مناخية بتؤدي الى ايه؟ الى ان الحيوانات دي تموت، الغذاء بتاعها ما يبقاش موجود، الصيد الجائر، في صيادين بيصطادوا الحيوانات اللي بتعيش هناك، التوسع الزراعي، بتلاقي الناس بيقطعوا الاشجار اللي هناك دي كلها والحشائش ويزرعوا مكانها. طب الحيوانات اللي هناك ده هتاكل منين وهتعيش ازاي؟ او حتى العمراني، يعني بيروحوا في المناطق دي ويبنوها، يشيلوا كل الشجر اللي فيها ويروحوا بانيين عليه. طب يا جماعة الطيور والحيوانات اللي هناك دي هتروح فين؟ هتختفي وتموت. يقول لك يا عم انا اعمل ليه يعني، انا لازم ابني بيت برضه ولازم مش عارف ايه. كل ده طبعا بيؤدي في الاخر الى ايه؟ الى اختلال التوازن البيئي، اختلال في النظام البيئي، ما بقاش النظام البيئي مستقر. دي الاخطار بقى اللي مش بتخلي فيه توازن بيئي ولا بتخلي اصلا فيه نظام بيئي اساسا.